يا حبيبي بلاش تنزل تلعب بالعجلة. انا خايفة عليك، ما تخليهوش يروح الرحلة بتاعة المدرسة. انا خايفة عليه، انا عايزة احلله كل مشاكله، مش عايزاه يكون مضغوط خالص. لو انتوا بتعملوا حاجة او اتنين او كل الحاجات دي، للأسف انتوا بتخلقوا جوه اطفالكم هشاشة نفسية. هقول لكم على دراسة لذيذة جدا، هي فعلا لذيذة. هي اتعملت على الفول السوداني، تصدقوا بعد. الدراسة دي اتعملت في امريكا في نص التسعينات، عملت على اطفال سنهم اقل من 8 سنين عشان يشوفوا نسبة الحساسية للفول السوداني قد ايه. لقوا ان النسبة 4%، ومن ساعتها الاهالي بقت بتطبق مبدأ الوقاية خير من العلاج. امنع يا ابني الفول السوداني عن كل الاطفال. المفاجأة ان في سنة 2008 لما جم يكرروا الدراسة ديت على نفس العدد من الاطفال، لقوا ان نسبة الاطفال اللي عندهم حساسية من الفول السوداني بقت 1.4%. يا اختي، الامريكان سكتوا؟ ما سكتوش. لازم نشوف قصة الفول السوداني اللي عامل لنا قلق في البلد دي. عشان يقطعوا الشورت في البسين عملوا دراسة على 640 طفل أمريكي تاني، بس جابوهم بقى من وهم عندهم سنة، وقالوا لأمهاتهم هنتابع معاكم لمدة 5 سنين. ده ايه طولة البال دي؟ نص الأطفال دي هياخدوا فول سوداني عادي وياكلوه، النص التاني هيمنعوا عنهم الفول السوداني. النص اللي أخد فول سوداني أول 5 سنين في عمره قالوا إن نسبة الحساسية عنده 3%. المفاجأة إن النص التاني اللي منعوا عنه الفول السوداني لقوا ان نسبة الحساسية عندهم وصلت ل 17%. نلغي احنا بقى الفول السوداني عشان صراحة حواراته كترت. النتيجة اللي وصلنا لها ان تعرض الاطفال للفول السوداني وهم صغيرين بتطور عندهم مناعة قوية ضد الحساسية. بالارقام اهي، بالارقام. لما بنمنع الطفل عن حاجة بشكل دايم ممكن دوت يأذيه، يسبب له حساسية. عشان كده بتلاقوا الأطفال وموجودين في الشارع عشان ظروف حياتهم كده ما شاء الله مناعتهم أقوى بكتير من ولادنا اللي احنا بنحافظ عليهم، نحميهم من كل حاجة. نعمم بقى الموضوع. طفلك لما بتحميه من كل حاجة ومش بتخليه يتعرض لأي نوع من المشاكل المتناسبة مع سنه طبعا، والضغوطات المتناسبة مع سنه برضه، بيخلق جواه اعتمادية رهيبة. طول عمره بيجري عليك عشان تحليله مشاكله. لما الطفل بيتعرض لقدر معين من المشاكل، من الضغط، ده بيطور جواه مناعة نفسية، مش بيخليه هش. عند أقل ضغط بيفرطوا مننا. أطفال لا بتعرف تتصرف ولا بتعرف تاخد القرار، اعتماديين. احنا واحنا صغيرين كنا بنعرف نتجاوز حاجات كتيرة الجيل دلوقتي مش بيعرفوا يتجاوزوها. ما تتدخليش في المشاكل بينه وبين صحابه طالما هي اندر كنترول. سيبيه يتصرف، سيبيه يركب العجلة. في نوع من الألم لازم يشوفه ولازم يحس بيه علشان ما يهولش كل حاجة. في شباب بقى بيجيلهم اكتئاب مشاكل بسيطة جدا ممكن يتجاوزها لو كان عدى بطفولة صحية، لو كان بابا وماما سمحوا له ان هو يتصرف شوية، ما كانوش بيتدخلوا في كل حاجة. حاجة صحية ان ابنك يتألم شوية، يتوجع شوية، يحزن شوية. انت معيشاه في فقاعة مثالية قوي مخالفة للواقع اللي هيعيشه بعد كده. اما هيكبر هيتصدم، يتوجع قوي، شخصيته هتتهز، ممكن يجيله اكتئاب ويجيله اضطرابات نفسية بسبب الحماية المفرطة. ادوا لولادكم مساحة صحية ياخدوا قرارات غلط ويصلحوها، يشوفوا عواقب ونتيجة قراراتهم. رجعوا لورا خطوتين وسيبوا ولادكم يتصرفوا وادعموهم عشان تبقى عندهم مناعة.